الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي بنياتي الجميلات في كل مكان. حبيت أقول لكم أهلا أهلا، نورتوا المكان. أقدم لكم برنامج يخصكم أنتم، للبنات وبس. أيوة، أقصدك أنتي، لكي فقط، بس أنتي. برنامج يخص البنات ويتكلم عنهم، نحكي ونتكلم مع بعض ونسولف ونحكي كلنا في برنامج حكاوي بنات. تدرون من الأشياء الجميلة في الحياة أكيد اللي هم إيش؟ الأطفال. طبعا في أشياء كثيرة جميلة، لكن خلنا نذكر اليوم شيء منها اللي هو الأطفال. تخيلوا يا جماعة الأطفال وهم صغار، أول ما تشوفوهم يا بنات وش تحبين؟ بدك تروحين تبوسينه وتسلمي عليه تشيليه. في بنات أحيانا يحبون يعضون، عادي يعني، هذه من الأشياء اللي تحصل. بس الشيء المشترك الجميل إن إحنا كلنا نحب نمسك الأطفال. في أحيان في بنات كمان إذا كان الطفل صغير مرة يعني تخاف إنها تشيله، تخاف. عادي ترى هذا يا جماعة، حتى في ناس كبار يخافوا إنهم يشيلوا الأطفال الصغار، فلا تخافون يا بنات. يعني شيء طبيعي لو إنك أنت خفتي إنك تشيلين طفل صغير، هذا مهم مشكلة، حتتعودي بعدين. الشيء الجميل في الأطفال إنك تشوفينهم يكبرون. أحلى حاجة تشوفينهم لما يكبرون، لما يبدأ يبتسم، يبدأ يتحرك، يبدأ يقلب، يبدأ يجلس، يبدأ هذا. طبعا هذا أنت متى حتتابعين؟ لما يكون عندك مثلا أخت صغيرة أو أخ صغير، أو مثلا أحد قرايبك، ولد خالة، ولد عمة، بنت جيران، بنت جار، يعني هذا الأصدقاء كلهم، القرابة اللي عندكم اللي حوالينك، المجتمع المحيط فيك، لما يكون عندهم طفل وتشوفينه كل فترة وفترة وهو كبر، يا الله صار عنده كذا، يا الله صار يقول كذا، وتصيرين انت تتابعين اصلا الطفل هذا كيف هو قاعد يتغير. ممكن في ناس حتى تتغير اشكالهم، صحيح، يعني يتغير لما انت شفتيه مثلا هو طفل، ولما يكبر شوي مثلا وصل عمره سنة سنتين ثلاثة يبدأ شكله يتغير واسلوبه يتغير وتصرفاته تتغير. طيب تعالوا معي، تخيلوا يا بنات، اتكلم عنكم انتم، تخيلوا كل واحدة كيف كانت وهي صغيرة. طبعا كل واحدة تعرف نفسها وهي صغيرة كيف كان شكلها، ايش التصرفات اللي كانت تسويها، ماما تحكي لها، عماتها يحكوا لها، خالاتها يحكوا لها، كل الاهل يحكوا لك انت لما كنت صغيرة كنت تعملي كذا، انت لما كنت صغيرة كنت تقولي كذا، يعني في مواقف ظريفة، في صور لطيفة، في اشياء تجمعكم مع طفولتكم. يعني سواء مثلا بذكرى في صورة مع لبس معين، أو مع حكاية معينة يذكركم بالطفولة، يذكركم بشيء يرجعكم لأنا يوم كنت صغيرة أنا كنت أسوي كذا، يوم كنت عند بيت خالي سويت كذا، يوم كنت ببيت عمتي سويت كذا، يوم رحت عند فلانة كنت لابسة الفستان الفلاني، وهكذا. يعني الأشياء اللي دايما تذكرنا من إحنا صغار. طيب تخيلوا معي، شفتوا لما الطفل يجي صغير ويبدأ يكبر، أول شيء يبدأ عليه إيش؟ ملابسه تصغر، صح؟ أو إيش؟ طبعا هو لأنه كبر ونمى الآن، فاللبس طبعا يكون صغير عليه، يجي يلبس الملابس ما يقدر يلبسها، ويجي يقول الأم إيش؟ يا ماما ملابسي صارت صغيرة علي، يا ماما ثوبي صار قصير، يا ماما بنطلوني صار قصير علي، ما صرت أقدر ألبس البلوزة، ما صرت أقدر ألبس القميص، ما تدخلني، يدي ما تدخلها، وهذا الأشياء. طبعا اكيد كلنا مرينا فيها، شيء طبيعي، نحن مثلا ما تعرفين الشيء انه ما صار قدك الا لما تلبسيه. تمام. طيب تخيلوا اليوم وش صار معي، جتني بنتي وش تقول؟ تقول لي يا ماما انا كبرت، يا ماما انا كبرت. خلونا نسمعها. يا ماما انا كبرت، خلاص صرت بنت كبيرة، صرت اعرف اتصرف واتكلم واتفاهم وافهم كمان. ممكن اطلب منك يا ماما طلب؟ لا تعتبريني طفلة بعد اليوم، خلاص عامليني على أساس إني أنا بنتك الكبيرة، مو البنت الدلوعة السانطوطة الصغيرة اللي كنت أبكي. لا 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 يا ماما، خلاص أنا بنتك الكبيرة، صح إني دلوعة بس لسه تعامليني على أساس إني أنا بنتك الكبيرة، خلاص مش بنتك الصغيرة.
أنا كبرت يا ماما، صرت أجمل وأحلى، وبإذن الله بكون قوية وأقوى بإذن الله. إذا سمحتي لي يا ماما الغالية، انتبهي لي كبنتك الكبيرة، مو الطفلة. أرجع أقول لك يا ماما، مو الطفلة. أنا خلاص حتى ما صرت ألعب بألعابي القديمة. أنت عارفة يا ماما، حتى دفتر ألواني ما أدري وينه. وأقول لك كمان حاجة، تذكري ألواني المائية اللي لما اشتريتيها لي كنت فرحانة فيها وأتنطط في كل مكان وأوريها كل صحباتي أنه ماما جابت لي ألوان مائية اللي أنا أحبها، كنت ألون فيها ما أخليها دايما. ما أعرف وين حطيتها، نسيتها. فعلا يا ماما أنا كبرت، كل حاجة فيني بدأت تتغير، حتى جسمي بدأ يتغير، وصارت حتى عندي أفكار كثيرة في راسي وأشياء غريبة ما كنت أفكر فيها، وكل شيء يتغير. أنا أحس كأني دخلت عالم جديد، أول مرة أشوفه وأول مرة أتعرف عليه. أنتي عارفة، كأني أطير وأنا واقفة في مكاني. في أسئلة كثير تدور في بالي. ماما أنا كبرت، ممكن صرت تحسي إن أنا تغيرت عليكي، بس تدرين حتى أنا أحس إني تغيرت على نفسي. ساعديني أتعرف عليها. أكون أحيانا فعلا عنيدة، ممكن أتصرف حتى تصرفات ما تعجبك، لكن أرجوكي ماما سامحيني على أي تقصير. صدقيني والله مو بقصدي، أبدا مو قصدي إني أنا أزعلك مني أو إنك تتضايقي، بس أنا حبيت إني أنا أجرب أشياء جديدة. ممكن تكون أشياء غريبة أحيانا، لكن أنا أحتاج إني أنا أجربها عشان أتعلم. ماما أنا كبرت صحيح، ما زلت أحتاج حنانك، فعلا أحتاج حنانك وحبك واهتمامك، بس مو كأني طفلة، لا، أحتاجهم كبنتك الكبيرة اللي كبرت. أحتاج إنك تهتمي فيني وتحتويني وتحبيني وتضميني وتبوسيني زي وأنا كنت صغيرة، بس الحين لا، بشكل ثاني ونظرة ثانية وأسلوب ثاني. أبغاك تفهميني، تعطيني من وقتك، خلي لي وقتي الخاص. ممكن أطلب منك هذا الطلب؟ وقت خاص الأم وبنتها لوحدنا، نسمع فيه البعض، تسمعيني وأسمعك، نسولف ونحكي، أحكي لك اللي عندي. أرجوك يا ماما لما تسمعيني، وإذا سمعتي حاجة ما هي عجبتك لا تزعلي وما تعاقبيني إن أنا قلت لك. لا تكوني جلادي لو سمحتي. أبغاك تكونين درعي، درعي الواقي اللي يحميني حتى من نفسي. حتى لما أغلط أو أتخبط ما أعرف كيف أتصرف، انصحيني أرجوكي يا ماما. علميني كيف أكبر بشكل صحيح، حتى لما أتعثر أو أطيح. تذكر لما كنت أطيح وأنا صغيرة، كنت تيجي وتنفضي عني الغبار وتسمي علي، تقولين بسم الله عليك يا ماما، أنت بنت القوية، لا تبكي، أنت ما في أحلى منك في هالدنيا. فعلا كنت أحتاج هذا التشجيع وكنت أنبسط فيه. الحين يا ماما حتى أنا أحتاج هذا التشجيع منك، فعلا شجعيني لما أغلط ولما أتعثر، صححيني، انصحيني، قوليلي يا ماما غلط وعلميني الصح، وشجعيني يا ماما دايما. أنا أحتاج التشجيع، أنت سلاحي وصديقتي، أنت دعمي الأول. ماما أنا لسه أتعلم. تذكر لما كنت كمان صغيرة وكنت تمسكي بيدي عشان أتعلم كيف أمشي وتخطي معايا خطوة خطوة، تاتي تاتي. تعالي يا ماما امشي معاي في خطواتي الآن. أنا أحتاجك، علميني كيف أكبر وتفتخري فيني. وتعالي نقولها مرة ثانية، تاتي تاتي. خذي يا ماما بيدي لأني كبرت. أنت عارفة يا ماما أنا أحب أساعدك في البيت وفي المطبخ وفي إخواني، بس أحيانا صح إني أنا أتكسل في أشياء لسه والله ما أعرف أسويها ولا أتقنها. حبة حبة بتعلم بإذن الله، أصير شاطرة وأعجبك. إذا في أشياء ما أحبها معلش يا ماما تفهميني، والله أنا ما أحب أعملها، ما أحب أعمل كمان شيء بالغصب. مو قصدي إني أنا عاندك، بس فعلا والله ما أحبها ولا أحب أسويها. معليش كمان ملابسي حكاية ثانية، لو ما عجبتك ملابسي لا تزعلي، فهميني إنها مو مناسبة، حاولي معاي فهميني، اشرحيلي ليش ما حبيتيها، وحاولي تتقبليني كمان يا ماما زي ما أنا، مو زي بنت فلانة ولا فلانة وتقولي لي هذيك شوفي هذه وشوفي هذه. لا أنا ما علي من أحد، شوفيني أنا، اتقبليني أنا. إذا شفتي مني غلط وجهيني، صححيني، حاولي معاي
لا تستسلمي، ودايما يا ماما اذكريني في دعواتك، ادعي لي دايما بالصلاح والهداية. أمي الحبيبة، مامتي الغالية، أنا فتحت لك قلبي، شكرا لك لأنك سمعتيني، بنتك حبيبتك. تدرون فعلا كلام كبير، يا الله، كلام كبير جدا جدا. أنا تفاجأت ببنتي، فعلا بنتي كبرت، يعني تجي تقولي هذا الكلام كله والتغيرات اللي صارت معاها وفي إيش هي تمر. فعلا بنتي كبرت، هذا دليل إنها هي فعلا واعية للي هي مقدمة عليه. وأنا أشكرها إنها جت صارحتني وحبت تسولف معي، وإني أنا أكون من صديقاتها وأكون أول صديقاتها. وأتمنى منكم بناتي حبيباتي إنه دايما تكونوا ماماتكم صديقاتكم. أول شيء روحي لمامتك مهما كان، حاولي تتعرفي على أمك، حاولي إنك تصادقينها، حاولي إنك تتقربي منها، خليكي جنبها. وحنكمل بعد الفاصل إن شاء الله، فاصل ونواصل، خليكم قريبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم من جديد. أهلا وسهلا بنياتي حبيباتي الغاليات في برنامج حكاوي بنات. عدنا لكم في موضوع أنا كبرت. خلصنا من الحوار، المقطع الأول حوار البنوتة مع أمها، وكانت تشرح لها تقول لها كيف كبرت وإيش المشاعر اللي تحس فيها، وكيف إن أمها استغربت من كلام بنتها، وفعلا تفاجأت بأن بنتها صارت كبيرة وواعية وتعرف إيش تقول. خلونا نشوف ماما إيش ردت عليها وإيش ردت على بنتها في الرسالة الثانية. قالت ماما: بنيتي وحبيبتي ونور عيني، لما بشروني فيك وإني رزقت ببنت حلوة كنت سعيدة جدا جدا، وفرحانة فرحانة كثير مرة. ما أعرف كيف أوصف لك شعوري وكيف كان، وش أقول وش أحكي لك لما شفتك أول مرة وشلتك وضميتك لصدري. يا الله على ذاك الجمال والشعور العجيب. مشاعري فعلا كانت مختلطة بكل معاني السعادة. حسيت كأني أصبحت ملكة، صرت ملكة لأنك أنتي بنتي، جميلتي وحبيبتي وأميرتي الصغيرة، بنتي الحلوة. كل الدلال كان لك أنتي، كل الغلا كان لك أنتي، كنتي أنتي مميزة فعلا عندي من لحظة ولادتك. تدرين حتى من لحظات حملي فيكي كنتي فعلا مميزة عندي. أنتي عارفة لما كنت أنزل السوق وأشتري أغراض كنت أتنقى الفساتين والملابس الجميلة، الملابس الوردية، الربطات، الشرايط، الأساور، الإكسسوارات، الشرابات، الشوزات انت بكرامة، الأشياء هذا الحلوة كنت أحاول أتنقاها وأجمعها وأقتنيها عشان خاطرك، كنت أوفرها بس ليكي قد ما أقدر عشانك أنتي أميرتي. وفرحتي أكبر لما شفتك تكبرين يا ماما، وصرت أقدر فعلا أعتمد عليكي، وكل ما كبرتي كل ما فرحتي تزيد فيكي. وفعلا يا ماما أنا فعلا فخورة جدا فيكي، أنتي أحلى بنت شفتها بعيني، صدقيني ما في أحلى منك يا ماما. صرت أقدر أعتمد عليكي وأشتاق أعلمك الأشياء كلها اللي أنا أعرفها. تدرين حبيبتي، معلش إذا أنا رفعت صوتي عليكي أو ممكن جرحتك بكلامي أو اعتبرتيني أنا أعتبرك طفلة. لا حبيبتي، أبدا ما أعتبرك طفلة، أنا أعتبرك بنتي الكبيرة الفاهمة الواعية، صديقتي الحبيبة، أختي، كل شيء. حبيبتي
في أمور أنا ممكن أقول لك أنت لسه صغيرة فيها، معلش تفهميها. لما أقول لك يا ماما أنت صغيرة مو معناه أن أنت صغيرة وطفلة وما تفهمي، لا، إنه هذا الموضوع اللي أنا قلت لك إن أنت فيه صغيرة، قصدي على الموضوع نفسه، إنه هو الآن ما راح تستوعبيه. بإذن الله بكرة لما تكبر حتستوعب الفكرة أكثر. عكس لما أجي أمور أقول لك أنت كبيرة أو كبير، يعني أنت الآن كبيرة على هذا الأمور وكذا، ترى فعلا معناها هذه أنت كبيرة عندك وصرتي، صارت عندك مسؤوليات تتحمليها، وهذا من ضمن مسؤولياتك. عشان كذا أقول لك مثلا أنت كبيرة، فلا لا تصيرين متلخبطة، أو مثلا أنت مو فاهمة أنت كبيرة ولا صغيرة. دائما تسألين يعني الحين أنا كبيرة ولا صغيرة؟ لا حبيبتي، أنت كبيرة في مواضيع معينة تخص الكبار مرة، هنا تكونين أنت صغيرة، عشان تكون واضحة الصورة عندك يا ماما، عشان تكون فكرتي واضحة. المواضيع اللي تخص الكبار أنت ما زلتي فيها صغيرة. المواضيع الخاصة فيكي وفي مسؤولياتك معناها هذه هي اللي تناسبك وفي عمرك الآن، وهذا اللي تعتبر أن أنت فيها كبيرة. صدقيني حبيبتي أنا بساعدك في مسؤولياتك وحفهمك، ودايما أنا معاكي، وصدقيني بحاول أسمعك وأفهمك. وأنا كمان ممكن أطلب منك طلب، ممكن إنك ما تخبين عني شيء أبدا. حاولي دايما تصارحيني وتصادقيني، تحكي لي دايما حتى إذا كنت مشغولة عنك. حاولي دايما إني أنا ألقى لك وقت، وأنت كمان حاولي إنك تتفهميني. أنت عارفة مسؤولياتي يا ماما، يا روحي أنت اصبري علي. أنت الآن أكبر وأفهم، وصرتي تعرفين إيش هي المسؤوليات، وتقدرين تعرفين مسؤولياتي اللي وراي. فمعلش إذا شفتيني مشغولة مو معناها أني أنا ما أهتم فيكي أو أني ما أحبك، لا، أنت أولى 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 اهتماماتي. وصدقيني ما في أغلى منك ولا أعز منك ولا شيء يشغلني عنك، بس أنت عارفة المسؤوليات والاهتمامات، ولازم نهتم في كل الأمور اللي ورانا. فمعلش حبيبتي أبغاكي بس منك مساعدة، أنك أنت تساعديني. أحلى شيء لما أشوفك بالعكس تكبر قدامي، وعروستي تصير أحلى يوم عن يوم. كل يوم أحب كلامك ودلالك ودلعك، أحب أشوفك وأنت تتكلمي. صدقيني والله أحب أشوفك وأنت تتكلمي. أذكر لما كنت صغيرة كيف كنت تجربين أشيائي، يا الله، وتحوسين الدولاب وتبهذلين وتنزلين أشيائي وتلعبي في الكعب بتاعي وتقعدي تطقطقي في البيت. والمكياج، لا أحكي لكم على المكياج. المكياج طبعا كله يصير تحفة، مو مكياج بس. كنت أحب أشوفك لما تلعبي بالمكياج، تصير بوجهك بسم الله ما شاء الله وكان. الحين طبعا اهتماماتك يا ماما تغيرت، وصرتي تعرفي تتعاملي مع أشيائي، وتغيرتي كثير وتغيرتي للأحلى. صدقيني طلباتك كمان صارت كثيرة، بس اللي يعني أنت عارفة وأنا أمك حبيبتك، لا تزعلي من أي شيء. صرتي تزعلين من أبسط حاجة، ما أدري ليش بديتي تكرهي أشياء كنت تحبينها. أنا ماني عارفة ليش صرتي تكرهيها. صرتي تبدي تجلسي لوحدك. ليش يا ماما؟ ليش حبيبتي تجلسين لوحدك؟ تسمعي أشياء غريبة وتقولي كلام أول مرة أسمعه منك. في عندك صارت تصرفات غريبة، أنا أول مرة أشوفك تتصرفي بالتصرفات هذه، سواء معي أو مع أخوانك أو مع أهلك. بديت أحس أحيانا إنك مو نفس البنت، مو بنتي اللي أنا أعرفها. أنا أعرف إنك الحين تمري بمرحلة صعبة، وممكن يكون تغيير كبير بالنسبة لك. حاولي إنك تعرفي إن ترى التغيير حلو، لا تخافي من التغيير ولا تتصادمي مع التغيير يا ماما. حاولي إنك تتماشي معه، وأي شيء ما أنت عارفته اسأليني، استشيريني، بكون موجودة. صدقيني حبيبتي التغيير زي ما قلت لك التغيير حلو. إذا أنا نصحتك كثير لا تزعلين مني، أنا عشان أحب مصلحتك وأحب أشوفك أحسن وأحلى وأحسن من أي أحد في الدنيا. شيء طبيعي، حتى أحسن أحب أشوفك أحسن من نفسي. فعشان كذا يا ماما إذا نصحتك كثير لا تزعلين مني. دايما أنصحك طبعا على الأكل، أنت الحين في فترة لازم تاكلي كويس يا ماما، لازم تاكلي الأكل المفيد، تتركي عنك السكريات والشيبسات والأشياء اللي ما هي مغذية ولا لها لازمة. بالعكس ممكن إنها تضرك أكثر من إنها تنفعك. أنت الحين جسمك يحتاج إنك تاكلي صح، وتحتاجين أشياء
تفيدك، الفيتامينات والأشياء هذه عشان تبني جسمك صح. زي ما كنت أهتم فيك إنه مثلا وأنت صغيرة تشربي الحليب وتاكلي فطورك وتعملي وتهتمي في نظافتك، نفس الشيء الحين هذه مسؤوليتك أنت، مسؤوليتك عن نفسك، كيف تهتمي بنظافة نفسك، كيف تهتمي بأكلك وشربك، وقت نومك، جدولك الدراسي، أهدافك، هذه كلها مسؤوليتك الحين أنت لأنك كبرتي. اعرفي حبيبتي إني أنا أحبك أكثر من أول، أحبك كثير، بالعكس حبي زاد ما تغير ولا نقص. بس نحن طبعا نحاول نتفاهم معاكي قد ما نقدر، ونحاول نفهم التغيير اللي صار معاكي. حاولي انت كمان تفهمينا، ومثل ما طلبتي اني انا اتقبلك حبيبتي كمان انت تقبلينا يا ماما زي ما نحن. اعرف ان احنا تهمنا مصلحتك دائما ونخاف عليكي فعلا. لما انصحك على صديقاتك او مثلا بعض التصرفات لا تزعلين. لما اقول لك مثلا صاحبتك فلانه او صاحبتك فلانه ما عجبني تصرفها او كذا، لا تتضايقي لان دائما الصاحب ساحب، وانا عارفه انك انت تاثرتي بالكلمه هذه. دائما صدقيني يا ماما الصاحب ساحب، وانت عارفه الواحد لازم يختار اصحابه عشان ما يتاثر فيهم ويكونون اصحاب خير، ما يكونون اصحاب سوء، لان دائما السيء دائما يجرك للسوء. أخيرا حبيبتي يا روح ماما، صدقيني أنا فخورة فيكي جدا جدا جدا، ما في زي أم فخورة ببنتها، أبدا أبدا أبدا. أنا جدا فخورة فيكي يا أحلى وأجمل بنت في الدنيا، وأحبك كثير كثير كثير. أحبك يا ماما، وشكرا لأنك أنت فتحتي لي قلبك وسمعتيني كمان. أشكرك كمان إنك أنت سمعتيني، وأتمنى إن فعلا أنت يا ماما ما تتضايقي مني ولا تزعلي من نصايحي، ودايما ترجعي لي في الأشياء اللي تكون صعبة عليكي أو مو فاهمتها. صدقيني أنا دايما بكون معاكي ودائما بنصحك. إذا حبيتي إني أنا بس أسمعك صدقيني حتلقيني موجودة دايما أسمعك حبيبتي. أحبك كثير ماما. يا الله، شفتوا كلام الأمهات كيف جميل؟ كل الأمهات يحبون مصلحة أولادهم ومصلحة بناتهم بالأخص، طبعا إلا البنات. ليش؟ البنت أميرة أمها، هي اللي تخلي فعلا أمها ملكة، تخليها كذا لما تمشي تمشي كذا وراسها فوق. تمام. فعشان كذا يا بنات أنتوا اهتموا في أمهاتكم، تلمسوا حاجاتهم. إذا في شيء مضايقك روحي لماما اشكيلها، هي تسمعك صدقيني مهما كان. هي ما راح تشوفك كذا أنت زعلانة أو مثلا متضايقة وما راح تساعدك، حتحاول قد ما تقدر تساعدك. إذا أنت ما أنت عارفة تتفاهمي مع ماما حاولي تتفاهمي معاها بأبسط الوسائل وأبسط السبل. حاولي تتوصلي لها، حاولي تفهمي كيف تتواصلي مع ماما. للأمهات كمان حاولوا تتقربوا لبناتكم، حاولوا تتفاهموا مع بناتكم، حاولوا تتوصلوا لأقرب نقطة تفهمي فيها بنتك، اسمعيها، افهمي التغيرات اللي تمر فيها، لا تتعصبي منها، لا تزعلين من مثلا تحسينها انها عنيدة او كذا، لا لا لا، هذه مرحلة عمرية تمر فيها عادي، فتقبلوهم. انا اقول للبنات وللامهات تقبلوا بعض زي ما انتوا، ودايما ساندوا بعض وكونوا مع بعض، وبإذن الله بتوصلون لهدفكم وبتكونون أحلى أمهات وأحلى بنات. والبناتي الجميلات اللي يسمعوني أشكر لكم استماعكم الجميل، جدا جدا سعيدة فيكم وفي استماعكم لي، وإن شاء الله يا رب بإذن الله تكونوا استفدتوا من الكلام، وأتمنى دائما لكم الأحسن وأفضل، لأنكم بكرة بإذن الله بتكونون أنتوا الأمهات، وأستنى أطفالكم وإيش يكون تصرفاتهم. فمن الآن حاولوا أنتوا كل واحدة تشوف هي كيف تتصرف وكيف تطور نفسها، وإيش الأشياء اللي ممكن تساعدها في تطوير نفسها. اقروا أكثر، آم، تواصلوا مع مثلا الكبار أكثر، شوفوا من القدوات اللي أنتوا دايما تحبوا تسمعوا لهم اسمعوها. اقرأي في مهارات تطوير الذات، الثقة بالنفس، هذه كلها أشياء تعزز فيكي القوة، تعزز فيكي كيف تختارين صح،
كيف إنك أنت تطوري من مهاراتك وأسلوبك في الحياة. أشكركم حبيباتي، ألقاكم على خير في حكاوي بنات. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. جاءنا البشر سرورا يطرق الباب بكورا، فاح عودا وبخورا ينشر التغريد. جاءنا البشر سرورا يطرق الباب بكورا، فاح عودا وبخورا ينشر التغريد. يملأ الحب سمانا سمانا، مرحبا بمن أتانا، أنت يا عيد هوانا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. فاحت الأرواح عطرا وسخاء النفس بشرا، نبضنا خيرا وبرا فافرحوا يا مسلمين. فاحت الأرواح عطرا وسخاء النفس بشرا، نبضنا خيرا وبرا فافرحوا يا مسلمين. يملأ الحب سمانا، مرحبا بمن أتانا، أنت يا عيد هوانا فافرحوا يا مسلمين. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى.